ازيك يا فاطمة؟ ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. هما لسه بيدخلوا صح؟ بصي، احنا هفهمك البروسيس ماشيه ازاي. هما ما شاء الله عددهم كبير، فصعب ان هما يدخلوا معانا الميتنج، بس احنا بنستريم الميتنج ده، بنطلعه لايف على يوتيوب. اوكي، فهم دلوقتي في مم. اللايف. بعت لهم خلاص. اللينك من شويه، فان شاء الله ممكن 5 دقايق كده بالظبط ونبدا. تمام. حابه تتكلمي كده ولا مطلعه برزنتيشن معاكي؟ برزنتيشن يعني. إيه، لا هنتكلم كده، بلاش برزنتيشن، هسيبهم هما خلاص، يسألوا ونظبط الحاجات اللي هما محتاجينها. حلو قوي. آه هما اصلا كده كده مجهزين اسئلتهم، فممكن نجمعها ونسالها في الاخر. مفيش مشكلة، بس خليني أسألك، هما كلهم في ثانوية عامة ولا في أعمارهم اللي بين الاتنين؟ اعمارهم متفاوته، بس يعني هما فيهم ثانوية عامة وجامعة، ده أكبر نسبة. خلاص بس تمام. الأكبر أنا بس هيكون ثانوية عشان عامة. كنا معرفاكي، أنا مش هبقى ماشية برزنتيشن على قد ما ماشية، يعني هديهم سؤال وأشوف الإجابات بتاعتهم وأصحح لهم الحاجات اللي هما فاهمينها غلط. حلو قوي، ساعتها أنا أروح دلوقتي أفتح اللايف بحيث أكون متابعة معاكي إجاباتها. تمام زي الفل. إيه طب فاطمة، هما لو هياخدوا شوية وقت، إيه ممكن نصلي المغرب؟ تمام تمام. كنت حابة أقترح عليكي ده، لأن في ناس طلبت منهم نصلي الأول ونيجي. يعني شايفة ده الأفضل عشان لو طولنا. خلاص أوكي، لا، براحتك. هقول لهم دلوقتي حالا في الجروب، وأقول لهم في شات اللايف إن هما نصلي الأول ونيجي، ماشي بإذن الله. بحيث يكون الباقي دخل برضه.
يا شبابنا الناس اللي في الميتنج او في اللايف تقدر تروح تصلي وترجع. هنبدأ بإذن الله الساعة 8 وتلت. الناس اللي بتسأل على تسجيل الحضور فبيكون آخر السيشن مش دلوقتي خالص.
مساء الخير. أهلا بيكي، أخبارك إيه؟ الحمد لله، انتي عاملة ايه؟ أنا الحمد لله زي الفل. أنتي منورانا. والله انتوا كمان لذيذ قوي. تسلمي جدا حقيقي. حاليا كلمت الشباب، قلت لهم يجهزوا أسئلتهم ويبدأوا، فإحنا هنكون منتظرين حضرتك تتكلمي في الأول، تقولي لهم كل اللي حضرتك حباه، وبعدين إن شاء الله هم يبدأوا يسألوا أسئلتهم وحضرتك تجاوبيها عليهم لو ده في الإمكان. انا حابة ان احنا نبدأ بالأسئلة، لان زي ما قلت لفاطمة انا لما بطلع في سيشن او حاجة بيكون الافضل ان احنا نشوف هم عايزين ايه وانا اساعدهم بده، ان هي ما فيش حاجة يعني مترتبة على قد ما هم ايه اسئلتهم اصلا. بالظبط. طيب تحبي حضرتك تفتحي انتي اللايف وتقولي الأسئلة ولا أقولها لك أنا دلوقتي؟ هو هفضل فعلا افتحها بحيث ابقى واخدة بالي من الأسئلة اللي بتتسأل، في حاجات مش محتاجة ان هي يتجاوب عليها هتبقى وسط إجابة تانية. طب أوكي، مفيش أي مشكلة، اتفضلي. ايه هتبعتيلي لينك اللايف ولا هفتحه منين بالظبط؟ أيوة بالظبط، ثانية واحدة بس وهيكون مع حضرتك. هبعته حالا في الشات بتاع اللايف علشان يكون أقرب لك وكده. مش مشكلة، براحتك خالص. واحدة. تمام، هو كده فتح. طب زي الفل، الحمد لله. هما الشباب عامة لسه ما بدأوش يقولوا أسئلتهم، ولكن في كام سؤال في الأول كده. لا، هما بدأوا فعليا. في كام سؤال في الأول انا كده. لسه واخدة بالي، والله العظيم لسه كنت بقول اول سؤال هشوفه دلوقتي هتخطى ازاي الليفل او احسن الانجليش بتاعي ازاي. لقيت اول سؤال قدامي كده. ما بالظبط، هما ما شاء الله جاهزين على طول. اصل أكيد. هي حاجة أكيد. معروفة. بالظبط، اكيد مش حابه يعني اكد على حضرتك فكره انه عادي جدا لو في اي سؤال مكرر، عادي ممكن نسكاب السؤال علشان وقت حضرتك وكده، وهما كده كده السيشن بتكون مسجله، ولو في اي سؤال مكرر يقدروا يسمعوه تاني على السيشن. خلاص بإذن الله. اوكي. خلينا كده نبدأ. يعني ازيكم عاملين ايه الأخبار يا جماعة؟ طبعا أنا متأكدة إن كله بيسأل نفس السؤال، أحسن الإنجليش بتاعي ازاي؟ أروح كورس ولا أذاكر لوحدي؟ طب لو ذاكرت لوحدي أجيب أنهي مصادر بقى ولف بينا يا دنيا بقى عشان أخلص. فخلينا كده نمسك جزء جزء، علشان في شوية حاجات احنا هنبقى فاهمينها غلط ومفكرين ان الحاجة دي بتساعدنا بس هي بترجعنا لورا، وفي حاجات مش شايفين ان هي ممكن ترجعنا ورا بس هي ممكن تساعدنا. فقبل ما ابدا خليكم عارفين كويس قوي، انا حد ما كانش التخصص بتاعي ده انجلش، وكنت مدارس حكومي عادي، وكانت الانجليش بتاعتي ما كانش فيه انجليش اصلا. انا لما جيت بدات اتعلم بدات من حروف حرفيا الاي بي سي، حاجه انا مش خجلانه منها خالص، بالعكس دي حاجه انا مبسوطه ان انا بدات من ده وصلت لمستوى اكون قادره ان انا اكون انجليش انستراكتور في نفس الوقت اقدر اشتغل في شركات انترناشونال او اكمل في السلك السياحي اللي انا فيه، لان اوريدي بعمل كونتنت للمجال السياحي. ده الهدف الاساسي اللي خلاني اتعلم انجليش عشانه. طب ده حصل ازاي وازاي اصلا قدرت في سنه، وهكون صريحة برضو سنة لا أنا ظبطت فيها الإنجليش بتاعي وست شهور تانيين اسمها practicing time. إزاي في خلال سنة ونص أنا الإنجليش بتاعي up A0 لحد B2 plus، وإزاي برضو الطلاب اللي معايا أو الناس اللي أنا بساعدها بيكون برضو بيبدأوا من الليفل الصغير ده يوصلوا الحمد لله ليفل كويس جدا، ويشوفوا نتيجة خلال أسبوع ويشوفوا خلال 3 شهور بسبب tips and tricks بقول لهم عليها، والدنيا بتبقى والله سهلة جدا. فخليني كده أبدأ واحد ورا التاني. نبدأ بأول سؤال، إزاي أتخطى ليفل معين وإزاي أوصل للليفل اللي بعده؟ رقم واحد لما نيجي نتعلم لغة سواء كان إنجليش أو أي حاجة تانية،
مفيش حاجة اسمها أنا بتعلم عشان أوصل للليفل، أو أعدي ازاي الليفلات بتاعتي. في حاجة اسمها طلاقة بتاعت الكلام. أنا ازاي أعرف أتكلم وأنا مرتاح وعارف أوصل الإجابة بتاعتي للشخص اللي قدامي. في ناس بيكون مستواها في الإي 2 مثلا، وبتعرف إن هي تشتغل، بتعرف إن هي تخش ميتينجز مع ناس أجانب كتير بالإنجلش بيكونوا مفهومين، بيسافروا. أنا مثلا معايا طلابي في منهم شغال بره مصر والإنجلش بتاعه إي 2 أصلا. طب سافرت إزاي؟ بتعامل. أنا دلوقتي عايز بقى أحسن عشان في شركة تانية، بس لازم إن أنا أكون الإنجلش بتاعي أحسن. فهي الفكرة مش أنا عايزة أوصل لليفل إيه، على قد ما أنا يبقى الهدف الأساسي بتاعي أنا عايزة أتكلم وأبقى مفهوم من الشخص اللي قدامي. طب أنا أصلا الليفلز دي بتتقسم على أساس إيه؟ عشان لما نيجي نتكلم لغة عربية، هل هتبقى إحنا C2 لغة عربية؟ مستحيل، لأن إحنا هنبقى مسقطين نحو، وهنبقى مسقطين بلاغة، هنبقى مسقطين حاجات كتيرة جدا. نفس الفكرة الأجانب ذات نفسهم بيغلطوا في الجرامر. فلما نيجي نبص انا ما بطلعش من الليفل بتاعي، انا مش عارف اوصل للبي 1، انا مستوايا دلوقتي اي 1 وعايزه بكره ابقى في البي 2، عايز في خلال 3 شهور ابقى في البي 2 بلس. اه طب مفيش الكلام ده. ليه؟ لان هي حاجه اسمها ممارسه. انا بمارس علشان اتكلم ابقى مفهوم، ما اقعدش اتأتئ في الكلام، ما اقعدش اقول كتير قوي زي كده. اي ام live. احنا ما بنتكلمش كده. لما اقول الطريقه دي او غير لما اقول I live in، فهنا ممكن اكون نفس المستوى A2، بس الفكره ان انا مرتاح في كلامي وقادر اوصل المعلومه. طب ايه كمان غير الجرامر اللي بيفرق ما بين الليفل والتاني؟ غير الجرامر بيبقى الكلمات. انا ممكن اكون بستخدم كلمات بيزك جدا، ابسط الامور ان انا اوصل معلومتي. فده لما اجي اعمل تيست هيقيم A2، بس انا مفهوم وقادرة أتعامل وقدرت أسافر وقدرت أشتغل وقدرت أعمل وأعمل وأعمل. طب في ناس تانية بتتكلم بكلمات مجعلصة بس ملهاش لازمة، بس لما جت اتصنفت لقيت نفسها بي 2 بلس. فهي الفكرة أنا مش بطمح لأنهي ليفل إلا لو أنا مثلا مسافر على منحة، في الشركة طالبة أساسي في الكونتراكت في العقد بتاعها هي عايزة مستوى معين. ففي الحالة دي أنا لازم بقى أكون مركز على الجرامر، لازم يكون عندي كلمات كويسة جدا مثلا عشان اقدر اخد امتحان كويس زي الايتس او اي امتحان تاني تحت محتوى. اكون متاكد كويس قوي ان الاحداث بتاعتي مترابطه، جايب كلمات زي however او حتى besides، او اي كلمه تربط ما بين الجمله والتانيه. اكبر مشكله بتخلي اي حد ما بيكملش الليفل بتاعه، اما بيكملش مذاكرته او ما بيكملش الكورس، انا مش بلاقي قدامه مش فاهمه، مع ان ده مش صح. فيبتدي بقى فعلا مش عارف يتكلم، يبدأ يتأتأ أكتر من اللازم، مع إن هو المفروض ما بيتأتأش لما بيجي يتكلم لوحده. يبدأ إن هو ينسى أصلا كلمات بسيطة زي كلمة بلو أو كلمة ليف أو كلمة مثلا فون تليفون، ينسى من كتر ما هو خايف، شايف إن هو الليفل بتاعه مش مناسب للشخص اللي قدامه. فأوي وأنا عشان أعرف أتكلم لازم أبقى في البي 2 بلس. أنا ممكن أبقى في الإي 1 وبتكلم، أنا أبقى في الإي 2 بتكلم. حبيبة بعتذر إني قطعتك، بس هو تقريبا الصوت بيعلق جدا عند الشباب حاليا. هو شغال عندي كويس. ما هو برضو الفكرة إن هو مع الشباب كلهم حتى معايا، فالصوت بيقطع جدا. فحضرتك متأكدة إن الصوت تمام؟ يعني هو أنا شغال قدامي كويس جدا. طب طيب بصي، أوكي. أنا ممكن هقول لك، أنا ممكن أطلع من اللايف بتاع اليوتيوب، ممكن تبعتي لي عادي الأسئلة ونختار جزء منها جزء جزء.
لان ممكن يكون عشان فاتحه تو لايفز في نفس يعني اتنين في نفس الوقت يكون في اوكي اي فهماكي. طيب مفيش مشكلة خالص، أنا هراجعهم الأسئلة إن شاء الله، هبعتهم ليكي على طول. ما فيش مشكله، وانا هفتح من عندي من على التليفون وهشوف ده. لحظه اوكي واحده. ثانية واحدة. كده تمام، الصوت وصل لكم كويس؟ كده الصوت زي الفل، تسلم ايدك. عشان تو لايفز في نفس الوقت. طيب انا كده تقريبا كده فتحت الاسئله عندي في التليفون، فمش محتاج برضو لو قلت لك تقولي لي برضو مع بعضين. طب تمام مفيش مشكلة، اتفضلي. فايه اخر حاجه وصلنا لها يعني؟ اخر حاجه سمعناها من بعض. احنا الاتنين سامعين حبيبة مرتين. اما خلاص عملت الصوت التاني. اوكي، احنا عشان اخر كده حاجة بجاوب. وصلنا لها هو فكرة ان حضرتك كنتي وصلتي لمستوى كبير ما شاء الله، بعد ما كنتي بدأتي من الحروف لسه من الأول وهكذا يعني. يا نهار ابيض، ده دوار خالص. ده احنا فتحنا موضوعنا دي. احنا عديناها سيكا او تقريبا. اه طيب خليني بس يعني شورت لونج ستوري كده، حاجه صغيره. اللي انا كنت بتكلم فيه الطبق يا جماعه اصغر حاجه، ما نبصش الهدف بتاعنا انا عايزه اوصل للهدف الفلاني على قد ما انا اكون مفهوم الشخص اللي قدامي. خلي الانجليش ده عمليه مستمره، مش ان انا مثلا انا زي اغلب الكلام اللي بيقولوه الناس انا عايز في 3 شهور اوصل للليفل الفلاني. طب انا هاخد قد ايه عقبال ما اوصل للبي 2؟ 6 شهور؟ لا 6 شهور كتير قوي. طب ايه ده سنه؟ ده انا هقعد سنه بقى عشان اتكلم. مفيش الكلام ده. احنا بنبقى سعينا ان احنا نكون مفهومين. انا ممكن اتكلم وانا في الاي 1، ممكن اتكلم وانا في الاي 2، ممكن اتكلم في البي 1 او اي ليفل. كل واحد فيهم بيفرق عن التاني. الجرامر بتاعي انا بستخدم فيه ايه. يعني ببدأ مثلا اطلع شوية استخدم المضارع التام، او ما استخدمش مثلا شوية في الماضي. بس في كلتا الاحوال انا هبقى مفهوم الشخص اللي قدامي. فكرة بس حاجات صغيرة هنركز عليها. طيب ايه كمان الكلمات اللي انا بزودها؟ ممكن اكون مفهوم بكلمات بيزك، بس لما ازود كلمات اكتر هي بس مور ادفانسد مش اكتر فلوينسي. بس هنا مفهوم وهنا مفهوم. ايه كمان ممكن ابقى الليفل بتاعي اللي انا فيه زي مثلا البي 1 بيبقى الاساس بتاعه الريدنج والرايتنج. فالفكره في الليفلز بتتقسم ازاي، ان انا ببقى شغال انا بضيف ايه، بس انا اوريدي بتكلم. فعلشان ما حدش يدخل في زون انا بقالي كتير وما بلاقيش نتيجه، انا مش عارف بقالي 6 شهور ولسه ما وصلتش للبي 2 وهو لسه اصلا بادئ من الاي 1. طب ما انت طبيعي هتاخد وقت. احنا طبيعي بناخد وقت لان دي حاجه اسمها استمرار. المهم ان انا اكون بتكلم وابقى مفهوم في التوبكس اللي انا محددها. طب ايه تاني خطوه معانا، او تاني اجابه سؤال انا شفته انا طب اعرف ازاي الحاجه اللي انا عايزها؟ قبل ما ابدا اتعلم انجليش، سواء رحت كورس، رحت ذاكرت لوحدي، عملت اي حاجه باي شكل من المصادر، ان شاء الله لو بس بفتح ديسكورد مثلا واتكلم عليه، انا عايز الانجليش ده ليه؟ سؤال واضح وصريح بسال نفسي، انا عايز الانجليش ده ليه؟ عايزه عشان سفر؟ يبقى التوبكس اللي انا بتعلم بيها المصادر كلها تبقى في الديورنج التوبك ده. عايزه عشان اتكلم كل يوم، يبقى الحاجات اللي انا بختارها تبقى في الديورنج ده. فلوجز، افلام، تكون بودكاست ليه علاقه بالحياه العامه، اللايف، كتب لو انا بحب القراءه، تكون نفس التوبيك. والله عايزه عشان شغلي بشتغل في كتك، او بشتغل في مجال الكودينج، او مثلا كوانتيتي سيرفير، او ايا كان، بختار نفس المصادر اللي ليها علاقه بالتوبيك عشان اعرف اشوف بقى فعلا النتيجه. انا مش بقيس بالليفل، لكن بقيس انا بعرف اتكلم مع قدامي ازاي، بوصل له المعلومه ازاي، وفهمني ولا ما فهمنيش. تمام. فدي نقطة مهمة اللي هتيجي برضه نسأل عليها نفس السؤال اللي اتكرر هنا. أنا بتشتت وسط المصادر عشان أنت مش محدد هدف. أنت مش محددة أنت عايزة الإنجليش ده ليه أصلا. طب سي لو عايزين تو توبكس مع بعض، ننوع المصادر ما بين الاتنين دول. ولازم يا جماعة لازم 5 حاجات يكونوا في المصادر بتاعتنا لو احنا بنذاكر لوحدينا ومش معانا كورس. وخلوني أقول لكم إزاي أنا بعرف أنا محتاج كورس ولا لأ. 1، أنا لازم يكون معايا بودكاست.
لازم يكون معايا بودكاست. طب بودكاست له علاقة بالإنجليش ولا له علاقة بالتوبك؟ اختار اللي أنت عايزه، المهم ودنك دي تسمع. طب أنا مش فاهم، مش مشكلة، اسمع، هيجي وقت وهتظبط، لأن في حاجات، في 4 تانيين بنعملهم هيساعدوا إن السمع ده يتظبط. طب أختار طب بودكاست بيتكلم بالراحة ولا بيتكلم بسرعة؟ أنت عايز إيه أو أنت بتحبي إيه واسمعيه عشان تعرفي تكملي. لو سمعتي أو سمعت بودكاست أنت مش عايزه أو أيا كان المصدر مش بتحبه، ما تكملش فيه، عشان ما تجيش بعد شهر تتخنق وتقول الإنجليش ده صعب وأنا مش عارف أتعلم، وتلاقي نفسك اللي عملته في شهر وقفت قصاده 3 شهور فرجعت تاني لورا. الإنجليش لو في يوم واحد فولت التاسك بتاعك، اللي هيلوم هو نفسك بس، لان انت هتزعل غصب عنك، هتنسى. طول ما انت مش عايش في بلد اجنبي او مثلا في جروب يتكلموا انجليش طول الوقت، او في عمليه مستمره لحد ما توصل لليفل او وضع انت خلاص بقى الموضوع تلقائي معاك، تتكلم بالطريقه اللي انت عايزها وتلقائي جدا من غير ما تقعد تفكر وتترجم في دماغك، انت كل يوم بتذاكر. بس الفكره كل يوم انا بعمل ايه. فاول حاجه البودكاست، تاني حاجه قناة اليوتيوب أو التشانل أو النوع الفيديوز اللي أنا بلخصه، عشان بعد التلخيص ده هتكلم بيه كأني بشرح. فأنا بختار قناة يوتيوب يا إما الإنجليش، يا إما يبقى ليه علاقة مثلا أجانب نيتيف بيبو، الناس الأصليين بتوع اللغة يكونوا بيشرحوا اللغة، أو أختار ليه علاقة بالتوبيك اللي أنا لسه ذاكراه من شوية. طب انا مثلا لسه لو انا افترضت مش اي 2، الحاجه دي تبقى سهله الناس اللي هي خلاص السمع عندها كويسه، انا جت عملت تيست لقيت المستوى عندها في مستوى الاي 2 يعني كويس، فطبعا هنكمل على الاسلوب الانجليش. طب لتحت شويه احنا مثلا الدنيا مش اسلس حاجه معانا ولسه مش متعودين نسمع، ما ضفناش الحاجه دي في القاموس بتاعنا، نختار نوع واحد بس، نوع واحد بس، راجل أو شخص أو مدرسة واحدة بس على اليوتيوب أكون بذاكر من عندهم دروس الجرامر، أخد الفكرة العامة وهرجع تاني للناس الأصليين أسمع منهم الفيديوز وأبدأ أترجمهم واحدة ورا التانية لحد ما أبقى فاهم الترجمة كلها أو فاهم الفيديو كله. العربي هيساعد معايا مش أكتر. طب مين ممكن يساعدني؟ أنا شخصيا بفضل الشخص الوحيد اللي عارف إن هو يشرح جرامر بطريقة فعلا ميسرة هو أستاذ أحمد أبو زيد. الباقي كويسين جدا، كل واحد ليه طريقته، بس الشخص ده أنا ما فيش حد استعملت المصادر بتاعت أحمد أبو زيد في الليفلز الأولى وحد مثلا قال لي إن هو مش مناسب معايا، لأن هو يعتبر من القلائل جدا جدا اللي وصل المعلومة بطريقة سلسة، وإن الإنجليش ده حاجة تعامل في الحياة مش قاعدة أنا لازم أمشي اسطمبة عليها، ولو ما اتكلمتش كده مش هبقى مفهوم. احنا ما بنتكلمش بالنحو، احنا ما بنتكلمش ببلاغة، بنتكلم عام، فطبيعي ممكن يبقى في وصف أكتر أو أنا ما بتكلمش عربي مظبوط أكتر. نفس فكر الإنجليش، لأن حتى الأجانب بيغلطوا في الجرامر نفس الحاجة. دي بالنسبة لقناة اليوتيوب، يا اما بختار مصدر للانجليش يا اما بختار مصدر للتوبيك اللي انا عايزه، بس دي هنتعب فيها شويه لان دي هتحتاج ان احنا نكون بناخد تارجت من 5 ل7 كلمات نترجمهم كل يوم لحد ما نبقى مترجمين الكلمات اللي في الفيديو كله فاهمينه، ونبدا ساعتها نلخص الفيديو. طب انا لو عايز الاتنين مفيش مشكله، براحتك. الفكره ان انا اكون ملتزم وحابب الحاجه اللي انا بعملها، موفر ساعه في يومي، ساعتين، نص ساعه، شوف انت مقدرتك تاخد واشتغل عليه. بس بلاش كتير، بلاش التشتت في المصادر. انا سمعت مش عارفه على مين على النت بيقول لي الشانل دي كويسه فرحت سمعتها، ده واحد تاني بيقول لي الشانل التانية دي احسن فرحت جبتها، مش عارفه مين. مش الكلام ده، ما نعملش كده، ده اسمه تشتت وده غلط. انا بختار قناه واحده افضل مركز عليها او فيديو واحد افضل مركز عليه لحد ما يخلص، ساعتها بقى اشوف الفيديو اللي بعديه او القناه التانية. كتر التشتت هيجيبنا لورا. طيب اول حاجه بودكاست، تاني حاجه قناه يوتيوب، تالت حاجة عندنا وهي قناة ليها علاقة بالشادوينج. لو أنا لسه في الأول ما جربتش، معنى كلمة الأول اللي أنا بقوله ده لسه في الأول، أنا جديد في المصادر، جديد اللي أنا أذاكر إنجليش، لسه جديد أعمل شادوينج، بكتب بس شادوينج على اليوتيوب. أنا بحب الأفلام، هجيب أفلام فيها شادوينج، هيبقى مقسم لك مقاطع كده تعمل جملة عليها كل يوم،
او شوف الكميه اللي عايز تاخدها، بس تبقى في مقدرتك وما يبقاش كتير عليك، تبقى انت مرتاح ليها عشان تكمل. في ناس بتاخد 3 جمل في اليوم، في ناس بتاخد 5. انا من الانصار اللي كنت باخد 5 جمل، بتعلمهم، بنطق زي الشخص اللي بيتكلم عشان لساني يجيب الاكسنت بتاعته. فقناه الشادوينج دي اساسي، دي اللي هتظبط السمع. فاكرين لما قلت لكم في واحده بتخدم على الثانيه؟ البودكاست اللي بيخدم عليه هو الشادوينج، لان انا بقيت بتكلم واخد بالي من تفاصيل الشخص اللي بيقولها. فلما اجي اسمع نفس الجمله دي في بودكاست ليه علاقه بنفس التوبيك، عشان كده قلت برضه احنا بنختار مصادر ليها علاقه بتوبيك واحد او 2 توبكس بالكتير، عشان يبقى كله في نفس المنظومه. هيبقى الموضوع سهل عليا ان انا القطه جمله ورا التانية لحد ما الاقي نفسي ايه ده انا السمع اتظبط امتى؟ ده انا مش عارف، بس اتظبط لوحده. ايه ده كمان الشادوينج اتظبط، ده انا بقيت اخد بكميه، بقيت اخد الفيديو كله. فكره في الترتيب وان انا افضل مستمر. طب انا مثلا الحمد لله متعود على الشادوينج وعايز ابديت، برضو بناخد من فيديو له علاقه بالمجال بتاعنا اللي احنا بنتعلم انجلش عشانه. ولو انا بتعلم انجلش عشان الديلي لايف سبيكينج او الكونفرزيشنز، واختار من الافلام. طب انا مثلا شخص مش بيفضل الافلام، في ناس مش بتحب الحاجه دي لاسباب شخصيه، مفيش مشكله. احنا عندنا انواع الافلام كتير، مش بس الافلام اللي هي اللي بنشوفها في السينما، لا، احنا في دوكيومنتري فيلمز، الافلام الوثائقيه. في ناس بتحب الافلام اللي علاقه بالطبيعه، ليه علاقة بالفضاء، ليه علاقة بالبحر، ليه علاقة بأيا كان الطبق اللي بتحبه. بس في أفلام وثائقية وهتكون فيها إنجليش كويس جدا، وما فيهاش ميوزك، ما فيهاش مثلا الحاجات اللي أنا مثلا ببقى مش حابة الأفلام عشانها الدراما والحاجات دي، لأ، تبقى قصة بسيطة بتتحكى بأسلوب منمق. طب أنا مش عايز ده، عايز مثلا فلوجز، جو هيد، حاول تختار فلوجز ما يكونش الشخص بيقطع الفيديو فيها كتير. يعني يكون مثلا بيبقى قاعد بيتكلم في موضوع، مثلا فويس اوفر كامل، وبيجيب الاشياء قدامه عشان اعرف اواكب السبيكنج بتاعه. مثلا مش عايز ده، عايز كرتون، جو اهيد، ايا كان. المهم اختار اللي انا عايزه. على فكرة لو انت حتى ما تحبش دول، خصوصا الولاد، في ولاد بتحب الكورة، انا في عندي طلاب بخليهم يعملوا شادرنج على كريستيانو عادي وبيجيبوا النتيجة اللي احنا عايزينها. فالفكرة مش ده هينفع ولا لأ. أي حد بيتكلم أنا ممكن أعمل عليه شادوينج بس. فأنا عندي بودكاست، عندي تشانل يوتيوب بتعلم منها، عندي شادوينج. طب إيه كمان ممكن أضيفه؟ القراءة. حتى لو أنت بتحبش تقرأ، مش بمزاجك، مش بمزاجك، لازم نقرأ. عينينا تشوف الكلمات قدامنا عشان نعرف نتعلم يعني إيه نستهج، عشان لما نيجي نتكلم يبقى لساننا ده سهل عليه إن هو ينطق الكلمة. قراءة ثم قراءة ثم قراءة، عشان القراءة هتخلينا نكتب، والكتابة هتخلينا نفكر، والتفكير ده هيطلع منه سبيكنج. شايفين هي دايرة وبتدور، هي زي نظام كده، كل مدخل فيهم بيطلع حاجة مختلفة، وكل حاجة بتطلع بتخدم على حاجة. فأنا عندي القراءة مهمة. لو أنا لسه في الأول جديد في القراءة، بقرأ بصوت عالي وباخد فقرات صغيرة، ببدأ أقرأ جملة التانية التالتة وأسجل نفسي. بعد ما أخلص أسمع صوتي، أشوف أنا بقرأ كويس ولا لأ. مش بقرأ كويس، عندي من الحالتين: يا إما يكون معايا كوتش زي مثلا كده خبيرة في الحاجة دي أقدر أساعدك، أنت عندك مشكلة 1 2 3، أو لو مش عندي، مش قادر أضيف ده أو مش حابب، بروح على ال AI. بس أنا أفضل إن احنا نستخدم كلود، لأن هو بيبقى الحاجة الوحيدة يمكن غلطاته قليلة شوية، وخلي ال AI على جنب عشان حوار. هاجي أنطق الحاجة وهو يحاول يحسني البرونسيشن بتاعي. ده لو افترضنا إن أنا معيش حد، أو أنا ودني بتلقط بسرعة، تمام، دي بتترك على الشخص عايز إيه في الآخر. أنا بفضل يكون معايا حد، ولا أذاكر بستعين بالاي اي، ولا أنا بستعين عندي الموهبة اللي أنا أسمع. قراءة موقفهاش، لأن هي هتعلمنا نفكر، هتعلمنا أجمع معلومات وأنا مش واخد بالي. كلمات كتير جدا مهمة بتكون في القراءة، خصوصا إن الكلام بتاعها بيكون متنظم. لما أكون مثلا عايزة أدخل انترفيو وعندي حاجة مهمة، وأنا واخدة بالي إن أغلبكم في ثانوية عامة عن إن هم في كلية، فمعنى كده إن أنا متأكدة إن أغلبكم بيطمح لمنحة،
فعايزين يبقى كلامنا بروفيشنال، فالطريقة دي مش هتيجي غير من الكتب. طب أنا ما بحبش الكتب الكبيرة. لو افترضنا في ناس بتحب الكتب الكبيرة، خلاص يا إما هتجيب PDF هيكون موجود اوفيشال على جوجل كروم، أو بتشتري الكتاب زي حالاتي وبتبدأ تقرأ. طب أنا ما بحبش ده، لينك ويب سايت أيا كانت المقالة ليها علاقة بالمجال بتاعي، أنا عايز أدور على مثلا تنظيم وقت، عايز ادور على السيلف ديفلوبمنت، اطور نفسي، عايز ادور على توبيك ليه علاقه بالرياضه، ليه علاقه بالمجال الدراسي بتاعي، ليه علاقه بشغلي، ان كان اكتب الكيورد واي مقاله تظهر قدامي اقراها. استفدت، ظبطت الانجليش بتاعي، ترجمت كلمات جديده، عيني بدات تمارس القراءه، وبعد ما خلصت سجلت وسمعت، وبعد ما سجلت كتبت، لخصت اللي انا قراته. فلما اجي ابقى مثلا وسط جروب بتكلم معاهم، انا يا جماعه اتعلمت 1 2 3 النهارده، حرفيا احنا عملنا دايره كامله من تاسك واحد. ظبطت القراءه، ظبطت الرايتنج، ظبطت الليسننج، بظبط كمان السبيكنج. فالفكره مش في كتر التاسكات او كتر المصادر او انا اركز على ايه ولا ايه ولا ايه، ولا الفكره اللي انا بختار حاجه واحده تكون مخدمالي على اكتر من حاجه. فانا بعد الجزء بتاع القراءة ده هيفرق معايا كتير قوي. ناس كتير قوي بدأت من القراءة بجد مش قادرة أقول لكم ما شاء الله بتعدي، وأنا واحدة من الناس دي. أنا بجد الفرق معايا كتير قوي كان الكتب، كانت عيني بتقرأ كتير. طيب، خامس حاجة والأخيرة هو الحاجة اللي أنا بعملها آخر الأسبوع، إن أنا أتفرج على أفلام غير اللي أنا كنت بعمل عليهم شادوينج. دول حاجة، الأربع حاجات دول حاجة، وآخر الأسبوع ده حاجة تانية خالص. لازم 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 لحد بكرة يكون عندي مسلسل أو فيلم أيا كان الحاجة اللي أنا بحبها، كرتون، دوكيومنتري، زي الأنواع اللي أنا ذكرتها من شوية، بكون بتفرج عليها من غير ترجمة. حتى لو أنا لسه في الإي زيرو اتفرج من غير ترجمة. الحركة دي حتى لو أنا مش فاهم غصب عني هبدأ أشوف المشاهد بيعملوا إيه، غصب عن دماغي هتبدأ تركز غصب عنها في كل كلمة بتتقال، تلقط هنا تلقط من هناك، لحد ما هيبقى يجي وقت أنا بفهم الفيلم وأنا مش فاهم ده حصل إمتى. وعلى حسب المدة، في ناس بتاخد مثلا في الحاجة دي شهر، في ناس بتلاقيها خلال أسبوعين لو هي بتتفرج كل يوم بتظبط، في ناس بيبقى بالعدد مثلا من 8 فيلم أو 5 فيلم الدنيا اتظبطت معاها. بس الفكرة في الاستمرار والجينات بتاعتنا، احنا حسب احنا بنلقط الحاجة ازاي. بس التاسك يكون موجود، ده يا جماعة سحر، سحر الفرجة دي سحر. لان غصب عني بقى، غصب عن عقلي، هيجي لما اجي اعمل الاربع حاجات اللي انا قلتهم، البودكاست، تشانل اليوتيوب، الشادوينج، والارتكل، الحاجه اللي بنقراها، غصب عنه هيركز في كل كلمه وكل جمله انا بتعلمها. فمش هنسى، عشان هو عارف ان اخر الاسبوع في حاجه هي عنده هيتفرج عليها، ولازم يكون واعي إيه اللي بيحصل، عشان دماغنا طبيعي ما بيحبش يبقى في موقف مش فاهم. فالفكرة برضو خلي عندكم علم ان هنا بيلعب علينا، هو مش عايز يبذل مجهود، عقلنا مش عايز يبذل مجهود. فلو انت من الاول بتريحه مش هتوصل لحاجة، لازم معلش ارمي نفسك في المية عشان تعرف تتعلم. بس الفكرة ان انا برضو بهون على نفسي، مش بالكمية ولكن بالجودة. انا ممكن اكون باخد جملة واحدة شادوينج في الاسبوع، بس الجملة دي بتفرق معايا جدا. ممكن أكون بتعلم كلمة كل يوم، ممكن أكون بس حاجات بودكاست 10 دقايق في اليوم. مش مهم الكمية، المهم الممارسة. دول العوامل الخمسة بتاعتي اللي تعلم لي إنجليش في أي وقت. طيب، الحاجة الأساسية الأخيرة اللي عندي، ده بقى الكي، ده تيز، ده مش تاسك، ده روتين، ده ثابت معايا زي الصلاة. أنا لازم أكون بتكلم. لو انا مش باخد كورس، وده برضو عشان الناس اللي هي ضد الكورسات، انا ما بتعلمش حاجه من الكورسات، انا مش عارفه ايه، اختار المكان اللي يناسبك. كل مكان هتلاقيه بيعمل كاتيجوري مختلفه، اختار المكان اللي انت ترتاح فيه. فايده الكورسات دي بيبقى عشان انت تبقى في مكان موفر لك بيئه تتكلم فيها، موفر لك مجموعه، موفر لك استاذ هيساعدك لو انت لقطت اي حاجه غلط يلحقك،
هيساعدك برضو ان انت ما تشيلش هم انا عندي حد هتكلم معاه، لازمك ان في سيشن في الاسبوع فانا لازم اذاكر، عندي انجلش كلاب، عندي. دي لو ان انت شخص مش ملتزم فروح للكورس عشان ما تقعدش تسوف كتير وتلاقي نفسك بقالك 6 سنين ولا 5 سنين بتتعلم. في ناس كده بتقعد 5 سنين تتعلم اللغة بس عشان بتسوف كتير، تلاقي في السنة بالكتير قوي يطلع بشهر واحد بس بيذاكر فيه، باقي السنة يجي يوم يقطع يوم ويقطع كأنه ما بيشتغلش. طب لو انا مثلا بقادر ان انا التزم مع نفسي والحمد لله عندي مصادر زي انا مرتاحه على الديسكورد، قادر ان انا انضم الانجليش كلابس، في مثلا اماكن عندي بتقدمه فور فري فبحضر فيها، قادر ان انا الاقي صحابي بمارس معاهم، قدرت اعمل جروب، قدرت عندي المهم المصدر مش مشكله، المهم المصدر موجود ايا كان بقى الطريقه مدفوع او غير مدفوع، رحت فيه حاجات اللي انا بعملها وبذاكرها بشاركها فيه. لو انا ما ذاكرتش في اليوم ما عملتش حاجه من الاربعه وده طبعا غلط، بس على الاقل حاجه لو انا يومي مقفول اتكلم، يبقى عندي حد بتكلم معاه، جروب، شات، فويس، افتح ديسكورد لايف، افتح اي حاجه، المهم ده شغال كل يوم، حتى لو 5 دقايق 10 دقايق اي حاجه. بس لو ده وقف وقعدت اعمل نفسي ادخل بس معلومات كده كاني حرفيا جايب الكوبايه مخرومه بملاها ميه، لو انت بتدخل بس من غير ما تطلع والله ما ليها لازمه، والله وفر مجهودك سكه ودغري عشان ما تتعبش على الفاضي. يجيني ناس تقول لي انا بسمع كتير قوي، انا بعمل شادوينج كتير قوي، ولا ليها اي لازمه خالص بجد، ملهاش اي 30 لازمه، ما بتتكلمش. طب في ناس تانية بتتكلم كل يوم بس بس ان هي ما بتذاكرش، نفس الفكره مش هتتطور، هتفضل ثابته على ليفل ما بتعلاش عليه. استأذنكم بس دقيقه واحده. تمام كده، كده تمام. فكنت بقوله نفس الفكرة، أنا لو بتكلم بس وما بذاكرش هيفضل المستوى بتاعي ثابت في منطقة أنا ما بعلاش منها، هيبقى التطور بتاعي 1%. لما مثلا بلقط كلمة جديدة من شخص قدامي بيتكلم فهيبقى بصوا باخد وقت طويل قوي ومتعبة لأن هيبقى عندي أفكار وعايزة أوصفها ومش عارف. فالاتنين مع بعض ما نقصرش، لو أنا فوتت يوم في المذاكرة على الأقل ما فوتش يوم في السبيكينج، بس دي القاعدة الوحيدة لكن مش العكس. اوكي، وبقول يوم ما بقولش اسبوع ما بقولش شهر، بقول يوم واحد بس. خليني كده اشوف باقي الاسئلة، انا هاخد من تحت عشان لو حد كاتب حاجة فوق وما خدتش بالي فعشان ما شاء الله انا مش ملاحقة. شكرا يا جماعة والله انا شايفة الكومنتس لذيذة قوي، شكرا. طيب لو سمحت حضرتك ممكن تقولي هل ينفع اتعلم من اكتر من لغة مع بعض؟ لا لا مش الحركة دي بالله عليكم خصوصا لو انت معاك كورس مثلا انستراكتور، والله العظيم حرام عليكم ما تعملوش الحركة دي. ليه؟ مثلا تخيل تبقى انت بتتعلم اسباني وبتتعلم معاه انجليش، او تكون بتتعلم الماني وبتتعلم معاه انجليش، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تلاقي الدنيا ساحت على بعض سيحان ما اتمنهوش لألد اعدائي. دماغك هتتعب، هتبقى مش عارف تركز في ايه ولا ايه. اصلا اللغة لوحديها بتاخد جهد. يا جماعة احنا لما نيجي واحنا صغيرين عشان نتكلم عربي احنا بنقعد مثلا من 2 ل5 سنين عشان الطفل ينطق يقول بابا انتوا عايزين تاخدوا لغتين مع بعض؟ لا والكبيرة لا انا عايزة اتعلم اللغة دي في جاست سنة اكون بتعلم لغتين، لا مش سوبر مان معايا لا انا مفيش الكلام ده. يعني على انا بقول سنة، انا كانت قدراتي اخد سنة، ليه؟ انا الحمد لله عندي طريقتي ان انا اعرف ازاي اوفر لنفسي المعلومه عشان عندي مهارات بعرف ان انا اشرح، فبعرف ان انا اسهل المعلومه واستذكرها بسرعه. في ناس تانية بتاخد اكتر، ما يعيبش علينا ما يعيبش علينا،
بس الفكرة ان انا على الاقل المدة اللي انا واخدها ابقى واعي ان دي مدتي، بس انا بذاكر. بالله عليكم، بالله عليكم، مش معنى ان انت خدت وقت طويل شوية في الليفل بتاعك تقوم موقف مذاكرة تقول انا مش لاقي نتيجة. متمشيش كده يا جماعة. الموضوع زيك كده، لو انت بتروح الجيم او انت بتروح الجيم وعندك هدف معين، لو احنا مثلا في وزن عايزين نخس بيه، احنا مش بنبقى قايلين انا هخس في 3 شهور 40 كيلو، ولا مش سوري يعني 20 كيلو، خليها منطقية شوية. انا بعمل التمارين وبعمل الدايت بتاعي وبسيبها على الله، وبقيس كل فترة بشوف نسبة التطور بتاعتي عاملة ازاي، هل هي 1%، 2%، وقد ايه، واشوف هل التأثير ده بسبب جيناتي ولا بسبب الطريقة اللي انا بتعامل بيها. طب انا اعرف من ده ازاي؟ اعرف ازاي ان ده بسبب مثلا دي قدراتي الشخصيه، مش المشكله الوحيده. اقول حد منتور، سواء بقى انت ما عندك شخص تعرف يساعدك او هتدفع فلوس لشخص خبير يقدر يساعدك في الحته دي، بس هيوفر عليك طريق واوفر ثينكينج كتير قوي. هو انا بتعلم كويس ولا لا؟ طب انا بتعلمه ده صح؟ طب امشي ازاي؟ طب اغير المصدر؟ طب تشتت كتير، واصلا مصادر بالهبل على النت، ومليون واحد بيتكلم وناس كتيره بتفتي. فعلى ايه؟ اروح لحد بروفيشنال يبقى فاهم هيساعدني ازاي عشان اوفر على نفسي ان شاء الله سيشن. وده اللي انا كنت بعمله، لان انا ما كنتش قادره التزم في كورس، فكنت عامله النظام بتاعي مشيت على نفسي الاول، وكنت بتابع مع انستراكتور مره لمرتين في الشهر بس يفهمني هل انا ماشيه على الطريق المظبوط. خلاص بكمل. لكن لو انا هسيب نفسي لله وللوطن، والله انا ممكن ابقى كل يوم بغير المصدر، وحليني بقى لو عرفنا نظبط على حاجه ونتعلم منها، ما نقعش في الفخ ده. طيب خلينا كده. ولو انا مضطره اتعلم لغتين مع بعض، ايه السبب الاضطرار؟ انا عمري ما قابلت في موقف ان حد يضطرني اكون بتعلم لغتين مع بعض. مستحيل، مستحيل. الانجليش دايما الاساس، حتى لو البلد ما بتتكلمش انجليش هم مش هيبقى عندهم مشكله ان هم يفهموكي او يفهمونا. الانجليش عامه بيغني عن لغات كتير، مش عشان حاجه يعني، بس دي اللغه المعروفه عالميا، معترف بيها عالميا، بتسهل الكل ان هو يتعلمها. فما فيش الضغط ده. لو انا مربوط بوقت ابقى خلاص عارف نفسي ان انا مركز على الانجليش دلوقتي عشان الحق، ولما اخلصه ابدا بالاساسيات بتاعه اللغه التانية، او على الاقل وانا مثلا شايف نفسي في مستوى انا مش بتأتأ فيه، عندي فوكاب كويسه، بعرف ادسكرايب اللي انا عايزه اقوله، وكمان بسمع كويس، فخلاص اخد اللغه التانية. لان بقت الحاجات اللي انا بعملها في الانجليش دي بقت عاده، اللي انا خلاص كده كده بقت اللي انا كل يوم بتفرج ده بقى هوايه بالنسبه لي على فيلم، ولا اني اخد نقطه اتعلمها، فما بقتش ضغط عليا زي الاول. ساعتها ادخل لغه تانية. لكن لو انا لسه في الاول وبستراجل مع الانجليش، اوعى والله استني، معلش معلش استني. بس عشان ما تجيش مثلا تبقي واخدة 6 شهور زيادة عن اللزوم، ولا سنة ولا أكتر، ولا مش عارفة مدة قد إيه، وانتي كان قدراتك تجيب أقل بسبب إن انتي مش عارفة تلحقي ده ولا لأ، وفي الآخر لا هتوصلي لده ولا هتوصلي لده. فما نعملش كده. طب ازاي اجيب انستراكتور يكون كويس والاقيه ازاي يا جماعه؟ مثلا انا موجوده معاكم، ادي ده شخص والله سالته ونزلت على الواتساب عندي، او انتوا نزلتوا على لينكدين انا بدور على انستراكتور يساعدني، هتلاقوا 100,000 واحد يرشح لكم اكتر من شخص يساعدكم. اللي تشانس اليوتيوب العرب موجودين كتير، الناس كتير بالهوا، مدرسين انجلش على التيك توك موجودين، انتوا بس اللي ما بتدوروش يعني. واختار حد انت شايف بس طريقة كلامه او الشخصية بتاعته قريبة منك، مرتاح نفسيا معاه. او مركز كورسات، هتلاقي مراكز الكورسات كتير ايا كان المحافظة، سواء مثلا كورس معتمد او عادي مركز كورسات متوسط، روح معاه. فالمصادر ما فيش حاجة اسمها أنا ألاقي كويس من كلهم كويسين، كل الناس كويسة كلهم دارسين، بس هي الفكرة أنا شخص أنا برتاح معاه، والشخص ده ماشي بطريقة يعني ريجولار كده كل يوم. وبرده خلي بالكوا هل ده انستراكتور ولا واحد مثلا عامل بتاع عشان يجمع فلوس؟ لو هو بيجمع فلوس هيبقى بيفتح السيشن مثلا ما بيشرحش، ما بيعملش حاجة. لو هو ما بيشتغلش ساعتها ده شخص وحش. لكن لو بيشتغل أنا هنا بختار، زي كده ايام ما كنا في المدرسه انا بختار المدرس اللي بفهم منه، بس الموضوع بسيط. طيب في ابلكيشنز حلوه، الابلكيشنز انا ما بستخدمهاش بصراحه، بصراحه. لو انت مثلا مستواك كويس مش هتحتاجه. ما لقيتش ابلكيشن يبقى مملين، مملين قوي.
قوي 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 قوي. اللحظة الوحيدة اللي بستعمل فيها الابلكيشن لما يكون مثلا الشخص بادئ من الاي 0 في الاول، ومحتاج بس ايه هنت كده حاجات، هو مش قادر ياخد بكمية في التاسكات التانية، بياخد يعني كميات اقل من الكمية الطبيعية. فطب انا عايز باقي يومي يبقى فيه اشغل وقتي يعني، فبيتمرن على الابلكيشن. عندنا يا اما ميمرايز MEMRISE MEMRISE. ميمورايز هتلاقي كده الابلكيشن لونه اصفر، ده عن تجربتي الشخصيه احسن واحد في مجاله. ودولينجو يا جماعه. اه انا دولينجو، لان انا بدات بدولينجو واتعلمت من دولينجو واتعلمت منه كتير قوي. بس برضه لازم تبقوا عارفين دولينجو ايه المدفوع مش دولينجو ايه المجاني، عشان ما تبقاش ستريكت قوي بالتاسكات بتاعت اليوم. لو انت في الاول دولينجو هيساعد معاك كتير قوي في النطق في السمع، ان انت تحاول قدر الامكان ما تقراش وتسمع بس الحاجه اللي بتتقال حتى لو هو كاتب الجمله، والنطق بتاعك هيفرق كتير. بس صدقني هيبقى مثلا شهر وهتخلص. فلو انت عايز تدفع مثلا في شهر روح، مش هتخسر لو انت في الاول. فعندك ده وعندك ده. طب في ابلكيشنز تانية لو انت قادر تدفع، ممكن تستخدم إلسا كويس برضو. ابلكيشن تاني والله الباقي كلهم بقى زيهم زي ميمورايز زي دولينجو. فدول بصراحة اللي بيجيبوا نتيجة كويسة، الباقي عاديين جدا. زي لو انت برضو بتستخدم استوريا تمام، بس حاول يكون مدفوع عشان اعلاناته كتيرة. بس فبرضو المصادر كده كده اللي انا قلتهم من شوية الخمسة بيغنوا عن الابلكيشنز. هما جوا الا تسلية، انا في المواصلات مش اي حاجة اعملها فتين تين تين بمرن نفسي. طيب ايه كمان؟ طب ايه افضل بودكاست اسمعها تاني؟ نفس السؤال الغلط اللي انا بقوله يا جماعه، مفيش حاجه اسمها افضل بودكاست وافضل تشانل وافضل مش عارفه ايه. انا بحب ايه واروح اسمعه. خلصت، كلهم بيتكلموا انجلش كلهم انجلش، انا بحب ايه واسمعه. انا مثلا كحبيبه انا بحب جدا اسمع البودكاست بتاع thinking in English. بحبه جدا. ليه؟ بيتكلم في توبكس ليها علاقه بالحياه، ده اللي انا بتعلم انجلش عشانه، وبرضه اللي انا استفيد منه. ده انا بحبه. ايه تاني بودكاست؟ والله انا بدخل بقى على مثلا كاست بوكس، في ابلكيشن خاص بالبودكاست اسمه كاست بوكس. هحاول برضو اسيب مع فاطمه الابلكيشنز دي وهي تبعها لي. كاست بوكس بيبقى بتفتح، انا والله بفتح الابلكيشن بودكاست اللي يطلع قدامي اشتغل ويلا، بلاقيه ساعات في اللذيذ. لو حسيت ان اللي بيشرح احسن حاجه بغيره، لحد ما انت تلقائي هتبقى مركز على بودكاست واحد. طب لو انا في البدايه وعايز بودكاست يكون بيتكلم بالراحه، اسمه listening time. في كده اللوجو بتاعه لونه أصفر والخط باللون الكحلي، بيتكلم براحة جدا، والتوبكس بتاعته بتبقى دايلي لايف، فالموضوع بيبقى لذيذ. طب لو أنا عايزة أسمع في مجالي، اسمع في مجالك. طب لو أنا عايزة أسمع بودكاست يكون بيتكلموا عادي مش مشكلة فاهم بس تعجبني الطريقة، اسمعه. مفيش حاجة اسمها أحسن، أختار اللي أنا عايزه وأسمع عليه وأكمل عليه. لو حاسس في وقت إن أنا مش مرتاح بغيره بس. م- م. بس دولينجو بيدعم مش عارفة ايه. بصوا يا جماعة، هو لو مقاطعة انا ما اعرفش الحوار ده يعني، انا بحثت وما لقيتش حاجة دليل. بس انتوا لو عندكم دليل ما تستخدموش، انا اديتكم اوبشنز تانية. فهي الفكرة انتوا حابين ايه واستخدموا عليه. لو هو مقاطعة بالنسبة لكم او انتوا لقيتوا دليل فروحوا. لو بالنسبة لكم لا عادي تقدروا تستخدموه واستخدموه. استاذ ابراهيم عادل، ما شاء الله بصراحة أستاذ يعني تحفة. بس أنا ما بقدرش أستخدم الأسلوب بتاعه، لأن الفئة العمرية اللي أنا بستخدم معاها الكورس مش بيكون مناسب معاها إبراهيم عادل. طب بيكون مناسب مع مين؟ بيبقى مناسب لو الشخص مثلا عنده 35 فما فوق، فهو عايز الطريقة اللي تكون تقليدية أكتر في طريقة الشرح. فمش مشكلة، المهم إن هو يكون فاهم. لكن انا بفضل احمد ابو زيد، لان بيكون مناسب اكتر للشباب. سواء انت مثلا في الكليه الموضوع بتاعه بسيط. فلو انت بقى متعود وعايز طريقه اكاديمي قوي، روح لابراهيم عادل. برضه هطلع واقول انت عايز ايه وروح، الاثنين هيدوك معلومه. بس الفكره ده بديها باسلوب وده بديها باسلوب. اقدر اتكلم مع مين عشان اطور في الكلام؟ حاول تختار نوعين، يكون شباب معاك عادي مصريين او عامه لسه بيتعلموا انجليش.
حابة يبقوا أعلى منك في اللغة وحابة يبقوا أقل منك في اللغة. طب ليه الكلام ده؟ علشان قليل مني أبقى قادر إن أنا عيني تلقط غلطاتهم، فأبقى زي تذكير كده، ده أنا خدت بالي، ده أنا ما غلطش فيها. بتساعد لما أنت تساعد غيرك في المعلومة بتفضل ثابتة معاك. وأشوف الأعلى مني علشان يبقى ده طموحي اللي أنا أوصل له لما أجي أتعلمها من مصدر تثبت معايا. ده اوبشن. الاوبشن التاني يكون من النيتيف بيبول، الناس الاصليين، او على الاقل يكونوا مثلا اجانب بره بس بيتعلموا انجليش برضه. ده هنلاقيهم في الديسكورد مش اكتر منهم، او ايا كان المصدر. لو انت مثلا بتلاقيهم على الفيسبوك بتلاقي في جروبس للانجليش مع بعض. والله مثلا بتشتغل في المجال السياحي زي حالاتي، فانت اغلب الوقت بتبقى اصلا سراندد بالاجانب. فالفكره انت بس بتتعرف وبتبقى اجتماعي ازاي، وبتلاقي المصدرين. او الحاجه الثالثه زي ما قلت، ده الحاجه اللي هتوفر عليك لو انت مش لاقي خالص، فساعتها بتروح الكورس عشان يوفر عليك المجموعه دي. انت بتبقى رايح بهدف انك تلاقي جروب تتكلم معاه، انستراكتور، وفي نفس الوقت طلبه ناس بيبقى الاستيعاب بتاعها عالي شويه، الناس الاستيعاب بتاعها اسرع منك، فبرضه بتبقى منوعه. بوزو ابلكيشن، بوزو كويس جدا. برضه هرجع واقولها تاني، اختار الابلكيشن اللي تحبه، كلهم هيعلمونا. لو احنا في البداية فأنا دايما برشح ميمرايز، إن هو بيكون سلس جدا في الأسلوب وسهل في الاستخدام. لو أنا عجبني واحد تاني مش مشكلة أروح عليه. طب كورس أو أحاول أنمي الإنجليزي على كده، أنا مستواك مش هيلعب في الثانوية العامة، روح كورس، الحق نفسك من دلوقتي عشان يوم الامتحان بتاع الثانوية العامة تعرف تحل. انا كنت اخر دفعه في النظام القديم. انا فاكره كويس الحمد لله اللي نجدني في التقديم بتاعي. انا كنت دفعه كورونا، اللي نجدني في السكور بتاعي في التقييم يعني الانجليش اللغه عامه. هو الفرنش والعربي، اللغات بصراحة أكتر من المواد المقالية التانية. طب ليه؟ عشان بمنتهى البساطة أنا فعلا كنت بدأت، اللي أنا كنت باخد كورس زمان كده، بس ما كنتش ملتزمة، فما بصراحة بسبب عدم التزامي ده رجعت تاني للصفر، فرجعت تاني أتعلم من الأول خالص. عشان كده بقول يا جماعة لو هنكمل نكمل ما نوقفش. ساعتها كنت باخد كورس كده سيشن كل شهر، بصراحة فرقت معايا جدا بجد. انا دخلت الامتحان ده، انا فاكره كان ساعتها الناس كلها كانت طالعه تشتكي منه، والمفروض ان هو كان دايما تلاقي ماده بيبقى الامتحان بتاعها صعب قوي، فالماده دي كان ساعتها جايه على ماده الانجليش، فبجد كان نسبه السقوط فيها عاليه. الحمد لله انا والقلائل كنا من احسن الناس اللي جايبه تقديرات كويسه في الانجليش بتاعها. كنا ناقصين حوالي من 5، كان حوالي 5 درجات، فطبعا ده مش سهل، الامتحان في دفعه كورونا نظام قديم، فالحمد لله يعني. فعشان كده لو انت في ثانويه عامه الحق خده، هيوفر عليك، خصوصا لو انت ناوي على منحة او اي تطوع بره او اي حاجة. يكون ظبطت الانجليش بتاعك وفي نفس الوقت مركز على الGPA بتاعك، فتلحق متقعدش وقت طويل. مين اكتر حد على اليوتيوب ممكن يساعدني في اني اطور الانجليش بتاعي؟ نفس السؤال تاني، انا بختار اللي انا عايزه، بكتب سيرش مثلا انجليش، سواء الناس ممكن يكونوا عرب او اجانب، learn English او اتعلم انجليش ازاي. الحاجة اللي هفتحها لو أسلوبهم عجبني هختاره، خلصت. كلهم كويسين، هفتح عجبني هاخده. عشان أعيد السؤال ده تاني، لو أنا متوتر يبقى ساعتها برضو تاني هشوف انستراكتور أو كوتش خبير زيي يساعدني إن أنا أختار المصادر. هبقى بقول له أنا، هيبقى زي مثلا ما أنا بعمل مع غيرك، بسألهم شوية أسئلة لها علاقة بالاهتمامات بتاعتنا، ومن الحاجة دي بقدر أجيب المصدر يكون مناسب للشخص فبيرتاح. لو انت من الناس دي يبقى خلي معاك كوتش احسن، ما تسيبش نفسك لدماغك. ايه ابلكيشنز ممكن اتكلم عليها؟ تجنبوا هالي توك. عن تجربتي الشخصيه، لو تجربتك عليه كويسه كمل، لو لا ابعد، عشان اغلبهم بيبقوا داخلين مش عشان يتعلموا انجليش، مش كويس عامه. بس ديسكورد كويس جدا. في تشانلز كتيره جدا للانجليش، تطوير الانجليش عليه. برضو هسيب اللينك بتاعها مع فاطمه مع المصادر. بصراحة هيفرق معاكم كتير قوي. ساعات في ناس بصراحة برضو بتواجه ان هي بيبقى مش احسن حاجة الناس اللي موجودة فيه، بس انت ونصيبك، هو مجتمع كبير قوي وعدده اكبر من هالو توك.
فاغلب الوقت هتبقى بتقابل ده وده، بس الفكره ان يبقى فيه كويسين. لكن هل توك صعب اصلا ان انت تتكلم فيه، لان اغلب التشانلز بيبقوا مستنيين حد يقبلهم والجو ده. لا، ديسكورد تدخل تتكلم على طول، وفي شات، وفي ان انت تتعرف مع الناس وكده، فبصراحه مساعدني قوي. طب لو تابعت مع إبراهيم عادل في طليق علشان الجرامر، روح هتستفيد زي تاني الموت. المهم اللي بعد اللي ذاكرته ده طبقه، من غير تطبيق كأني بتعلم وبرمي في الزبالة. سوري يعني، سوري على اللفظ. لو أنا القاعدة اللي أخدتها مارست بيها، طب أمارس بيها إزاي؟ أبسط الأمور، هستخدم ال AI. هقول له جيب لي مثلا اتعلمت present simple، هقول له اسألني أسئلة ليها علاقة بالديلي توبكس أو الحياة اليومية بالpresent simple. هديك أسئلة وتبدأ تجاوب عليها بس، وهكذا في كل قاعدة. طب لو عايز تبقى كوستمايز أكتر للتوبك اللي بتعلم عشانه، لو أنا ليه علاقة بالتكنولوجي أو المجال بتاعي طبي أو أيا كان، بقول لل AI وهو بيظبط لك الأسئلة بناء على الحاجة دي، وببدأ بقى إن أنا أحسن إجاباتي. وعلشان تبقوا عارفين يا جماعة، ال AI ما بيغنيش عن المدرس إلا في حاجات صغيرة. يعني أنت تقدر تستغنى عن المدرس لو أنت قادر تبقى فاهم إن التعديل اللي بيديهولك ال AI ده مثلا تعديل جرامر أو تعديل فلوينسي بتاعك. لكن ساعات هو ممكن يسمعك غلط، فبالتالي يفهم يعني يفهم إجابة غلط خالص، فأنت تبقى قايلها صح. وإن أنت مثلا تبقى قصدك كلمة وهو أو تققق، أو مثلا لسه بتفتكر الجملة التانية، فبيحصل فيه مشاكل. عشان كده أنا مش بقول إن هو بيغنى عن المدرس، بس هو عامل مساعد. فالحل الوحيد هو كلود. ابعد عن تشات جي بي تي عشان هيسوحك. وكوبايلوت مش بيبقى كويس قوي في الريكورد، فكلود هو احسن واحد. بدخل اكتب له اي برومبت ساعدني ان انا اجاوب على الاسئله دي. تبقى مثلا بتبعت له السؤال وبتجاوب عليه، قول له من اجابتي قيمني، عدل لي الجرامر وعدل لي الفلونسي بس. ولو في كلمه تانية ممكن تقترح عليا اقترحها. ومن هنا تبدا تذاكر، بتدون النوتس دي وبتذاكرها وبتعدلها كل مره. طب انا جاوبت السؤال مره وطلع لي غلطات، اعيده تاني لحد ما اوصل لمرحله ان انا التعديلات اللي بيديها لي تعديلات مش غلطات، هو تعديلات من عنده. يعني انتوا كده كده عارفين ان الاي اي ما بيبطلش تعديل يعني. فالفكره ان اوصل لمرحله ان انا ما عنديش مشكله في الجرامر والجمله بتاعتي مفهومه. بحس دولينج للمبتدئين قوي. علشان كده قلت هو بيبقى كويس قوي لو احنا لسه بنبدا من الزيرو، بيفرق. لو احنا اعلى من كده انا ما بفضلش اصلا استخدم ابلكيشن، احنا كده كده عندنا حاجات تانية براكتيكال اكتر، فاستخدمه ليه؟ الا لو هو مثلا في اي اي جواه فبيساعد، يعني هو خلاص بقى عامل اجابه اسطمبه فبيساعدك ان انت تتكلم. لو الصوت قطع يعني قولوا لي قطع فين عشان افهم واعيد المعلومه تاني. هو والله الانجليزي سهل موت جدا، والله العظيم بجد. تحبوا الانجليزي يحبك يعني خد المعلومه دي. حب الحاجه تحبك، معروفه. سهل على نفسك وتعلم الحاجه انت بتحبها عشان تكمل. لو حفظت الكلمات بإني أدخلها في الجمل وأعمل بيها باراجراف، ما تعملش باراجراف، إحنا بنتكلم. حطها في جمل طبيعية أنا بتكلم بيها. مش جو الأيام زمان ده وأعمل باراجراف بقى ومذكرة. أنت مش هتروح واحد تقابله مثلا تكلمه بالباراجراف، مش هتقابل واحد في الشارع تقول له مقالة. فيعني الحاجات اللي زي دي عشان تسهل على نفسك، الكلمة ذاكرها عادي، حطها في جملة طبيعية. لو مش عارف خلي ال AI برضه هيساعدك في الحتة دي. قول له اديني بديل طبيعي للكلمة وحطها في جملة طبيعية. خلاص انت بتبقى باني صفحة ليك. هيديك جملة تقدر تتمارس بيها. بعد خلصت روح اتكلم بيها في الجروب اللي انا قلت لك عليه مع اصحابك على الديسكورد مع الكورس اللي انت فيه. المهم استخدمها، استخدم الكلمات دي. لو كلمة انت شايف ان انت مش محتاجها، مجرد معلومة بتستخدم يعني، خلاص يعني ركز في غيرها. ما تضيعوش وقتكم، لان بحر الكلمات الانجليش كتير ما بيخلصش. انتوا عارفين ان الكلمة واحدة ممكن تنفع لمعنى واتنين وتلاتة وعشرة، وكل يوم بيطلع جيلنا اجدد من اللي قبلها. والاجانب ذات نفسهم ساعات بيبقى في كلمات هم ايه الكلمة دي انا معرفهاش، دي لسه جديدة. ليه؟ ده ميزة وعيب في الانجليش، ان اللغة طول الوقت بتتطور على حسب الجيل. فتلاقي مصطلحات اصلا زي مثلا 6 7 لحد دلوقتي محدش يعرف معناها ايه بس بقت كلمة، بقت expression، حاجة موجودة. فبلاش جو البراجرافات عشان مش هيودي ويجيب. الباراجراف ده يعني
لما انا مثلا ببقى عايزه اكتب موضوع او عايزه اكتب اليوميات بتاعتي ورايحه احط الكلام ده فيه، ساعتها هسمح لك. لكن غير كده بلاش صعوبه. نسرش ازاي عن ايه؟ دي مهارة سيرشنج. انا بختار الكي وورد مش عارف، بكتب برضو كل الافكار دي على الاي اي، اقول له ساعدني ان انا اختار كي ووردز بناء على انا، يعني هسهل عليكم. هتروحي تقولوا له انا بتعلم انجليش عشان واحد اتنين تلاتة، فساعدني يبقى عندي كي ووردز اسرش بيها عن المصادر، وخد الكي ووردز دي وابدا اسرش بيها كل مرة في المنصات بتاعتك، فبالتالي لحد ما توصل لحاجة انت قادر ترتاح عليها. او زي ما قلت برضو ممكن نوفر عن نفسنا ونختار كوتش يعمل لنا العملية دي برضو زي حالتي. فيا جماعة هي الفكرة مش ان انا بروح للمدرس عشان يخليني سوبر مان انا بروح له عشان انا بس في عندي حاجات جهد عليا، فانا عايز حد يوفر عليا الجهد ده. لكن في الحالتين هتتعلم، هي بس انت بتوفر على نفسك تفكير ووجع دماغ كتير. انا قبل الجامعه كنت A2 بلس، وبعد الجامعه لسه A2 بلس، مع اني اخدت كورس انجلش فاندمنتالز ودراستي كلها انجلش في الجامعه، بس لسه مستواي زي ما هو. انا متاكده، لسه بقول عشان بنسمع بس ما بتتكلمش اهو. ما هو مش بسمع افلام بس، باخد كورسات من اجانب وبفهمها عادي. ما بنتكلمش ما بنتكلمش والكلام ده مش بس ان انا اتكلم مع ناس، اتكلم بالمذاكره بتاعتي. انا سمعت الفيلم ماشي، وبعدين طب حتى في حاجة بعمل عليها شادوينج، طب في حاجة أنا بعد ما بلخصها بقولها وبشرحها للشخص اللي قدامي من غير ما يكون معايا ملزمة بقرأ منها. طب في بودكاست سمعته ولخصته واتكلمت عنه، فتحت موضوع، فتحت توبك، رحت عملت conversations طبيعية مع الناس. المذاكرة دي لو مش موجودة أهو، فاكرين لما قلت لكم لو المذاكرة مش موجودة مهما اتكلمت هفضل مستواي ثابت؟ الحاجات الأربعة سوري الخمس حاجات اللي أنا قلتهم من شوية دول لو مش موجودين هيفضل ثابت. لو بحسن انجليش الدراسة اعمل ايه؟ بختار توبكس ليها علاقة. شوفي دراستك ايه، بتدرسي ايه، واختاري توبكس ليها علاقة بالموضوع. لو انتي في ناس على فكرة بعد ما بتختاري التوبكس للدراسة بس بتتخنق، فلو انتي من النوع ده حاولي تبقي منوعة ما بين الدراسة وحاجات انتي بتحبيها في يومك. زي مثلا انتي تحبي تسمعي بودكاست عن التحسين ازاي تبقي ديبندنت، مثلا بتحبي تتفرجي اكتر للافلام، بس ممكن يكون افلام ليها علاقه بمجالك، فبرضو خلي الدنيا سهله. لو مش عارفه لوحدك برضو خلي حد يساعدك. مم، مش عارفه ادخل الايلتس ولا تويفل وازاي اجهز ليهم. طيب ايلتس ولا تويفل؟ ما تاخدش الاتنين غير لما يكون عندك هدف ليهم، عشان ما تبقاش تدفع فلوس على الفاضي او تاخد سكور وانت ممكن تبقى بتستنى لحد ما يجيلك الفرصة المطلوبة ويبقى مستواك احسن من المستوى اللي بتقدم عليه. فدي نمبر 1 هي يعني مش تعب وجهد وخلاص. طب احضر ليهم ازاي؟ في قنوات كتيرة جدا على اليوتيوب ممكن تحضر لها، بس انا شخصيا وعن طلابي وعن صحابي اللي دخلوا ايدس وجابوا سكورز كويسة، يعني هي مش فكرة تحضير على قد ما فكرة أنا نفس الحاجات اللي أنا ذكرتها الخمسة اللي بنعملهم اوريدي، لو أنا بعمل الخمسة دول فهقدر أخش ايلتس وأجيب سكور كويس، لأن خلاص أنا باخد المعلومة من المصدر الأساسي من الشخص، فما بقاش عندي حاجة ناقصها. ناقصني بس اللي أنا أتكلم كتير، دي الحاجة الوحيدة اللي همارسها، إن أنا أكون بتكلم قدر الإمكان. وهفضل أكون معايا حد يكون نيتيف عشان أقدر أفتح معاه مواضيع مختلفة ويتناقش معايا، أو يكون معايا كوتش. لكن حاول ما يكونش شخص لسه بيتعلم عشان مش هيفيدك بحاجة. طب لو لسه ما حددتش نوع دراستي أو مجالي أعمل إيه؟ خلاص لو عايزة الإنجليش تعلميه عشان الممارسة اليومية. اختاري حاجات بتحبيها في يومك. انتي مثلا بتحبي تتفرجي على الفلوجز، بنوتة بتحب الميك اب فبتختار مصادر ليها علاقة بالحاجة دي، الفاشن، الحاجات التنظيم، عادي توبكس ليها علاقة بحياتك، اهتماماتك في الحياة، انتي مين وبتحبي ايه وتعلمي انجليش عشانه. ممارسة بس مش اكتر. لحد بعدين لو انتي عايزة تخلي الانجليش الدراسة، اختاري الحاجة اللي انتي عايزاها وخلي الانجليش الدراسة.
بريتش ولا امريكان؟ مش عايز تتكلمي اكسنت ايه؟ الاتنين واحد برضو. بس خلي بالنا ان في كلمات مصطلحات بريتش غير المصطلحات الامريكان. يعني هو مش يعني خلينا زي اقول لكم زي ايه، زي كده ما بين ان انت تتعلم مصري ولا عايز تتعلم سعودي. انت عايز تتكلم بمين فيهم؟ عايز تاخد انهي ثقافة؟ انا فضلت ان انا في البداية اخد ثقافة الامريكان عشان اقدر اساعد غيري، وعلشان انا في شغلي اللي بتعامل معاهم امريكان اكتر، فلازم اكون فاهمانهم. لكن غير كده انا اصلا بدرس على جنب بريتش، بحبه. فاختار الحاجة اللي تناسب الحاجة اللي انت عايزاها، يا اما انت بتحبها يا اما تخدم على شغلك. تفتكري اذاكر الايلتس او التويفل من دلوقتي واخد الامتحان عشان لما اجي احتاج الشهادة بجد، ما احتاجش اخد دروس تاني او ادخل الامتحان على طول وهنسى؟ ذاكر من دلوقتي. الانجليش عامة يبتدي من اي وقت، احنا مش بنذاكر بس عشان الشهادة. الانجليش ده بقى اساسي يا جماعة، ما فيش مجال دلوقتي حتى لو كانت ايه احنا محتاجين الانجليش عشانه. لو انت بتطمح ان انت تعيش عيشة كويسة وتشتغل وتجيب فلوس كويسة، لازم يبقى معاك انجليش. حتى لو هتشتغل في مكان عربي، خلي معاك انجليش. نصيحة من اختكم، الحاجة الوحيدة اللي استثمروا فيها الانجليش. لو انتم من الناس لا طب استنى هخلص كورس الماركتنج، لا استنى مش عارفة هدخل كورس ايه، يا جماعة معلش الناس اللي بتعمل دي ناس سوري يعني ما يعني مش عايزة اقول ما بتفهمش، بس الناس بجد مش عارفة توزن حياتها. يعني ايه تبقى راكن الانجليش عشان كورس تاني؟ خد تخلص الانجليش ده، او اهم اكتر كورس انت محتاجه دلوقتي. وبعد كده حط الحاجات التانية. ممكن تاخد كورس من الجوانب التانية زي ماركتينج لو ده تخصصك، بس انت الكور الأساسي أو انت الكور الأساسي عندك انجلش. لأن لو عايزة تتعلمي ماركتينج صح هتتعلميه من مصادر أجانب وعن تجربتي الشخصية، خصوصا بقى لما يكون من الكتب أو المصادر على اليوتيوب، حسب انت بتحبوا ايه بتستفيدوا منين. أجانب. البيزنس عامة كله أجانب، التك كله أجانب. طب ايه؟ ف يعني نوزنها اكتر احسن، علشان لو دي مش موجودة هتنهاروا وهتزعلوا، وكل ما كان سنكم اصغر في ان انتوا تتعلموا اللغة كل ما يكون أسهل. طب ممكن ترشحي لي كتب انجليش نقرأها تكون ممتعة؟ إيه لو احنا عايزين كتب ممتعة برضو ممتعة من ناحية ايه؟ زي ما قلت يا جماعة من شوية بنختار الطبق اللي احنا عايزينه. مثال انا كحبيبة انا بحب جدا البيزنس وبحب التطوير الذات، فلما باجي اختار كتب انجليش بتبقى عليها علاقة بالمجال ده. ببحث على جوجل مثلا سيلف ديفلوبمنت بوكس بيطلع لي لستة، بستخدم الاي اي بيطلع لي لستة. ابسط الامور لو انا مش قادره اروح المكتبه، غير كده بروح المكتبه واختار الكتب اللي انا عايزاها. طب عايز كتب فور فن مثلا كرتون وبتاع، في كتب بتتباع في فتح الله بتبقى بتاعه مارفل، بتبقى برضو رخيصه، ما بين سعرها بيبدأ من 70، واغلى حاجه انا شفتها بتبقى 215 لو الكتاب الكبير. بجد بتبقى اللغه بتاعتهم كويسه جدا جدا، وبتبقى كتب مصوره فيها صور وكرتون حاجات بنحبها، وفي نفس الوقت لغة كويسة. ايه كمان ممكن يكون لو فرضنا ممتع حاجة كوميدي؟ برضو بنختار بنسرش وبنختار الكتب اللي احنا عايزينها. هتلاقوا اصلا في اي حاجة على جوجل في توب رانك بوكس او البيست سيلينج بوكس، هتلاقوها، فهتختاروا ان هو احسن كتاب ممكن اشتريه لو انا لسه في البداية وبقرأ عليه. طب لو انا مش مهتم لسه في البداية خالص، ممكن تحمل ابلكيشن كتب. في كتير قوي على جوجل بيبقى فور فري. تكتبوا مثلا ستوريز فور كيدز لو انا عايز قصص صغيرة، او لو عايز حاجات ادفانسد اكتر ستوريز ادفانسد بكتبها برضو على جوجل جوجل بلاي او حتى اب ستور، وهتلاقوا الحاجة اللي انتوا عايزينها على طول. فالموضوع مش بعيد يعني. طب لو حد عايز يسافر ألمانيا يذاكر انجليش برضو؟ جدا لان جماعه بصوا، لو انتوا خلاص سافرتوا اي بلد سواء كانت عربي او اجنبي، في الحالتين انتوا اغلب الناس اللي بره دي ناس مغتربه. تمام. فانتوا الناس المغتربه مش كلهم هيكونوا عارفين الماني كويس، فانتوا اصلا كده كده محتاجين الانجليش عشان تظبطوا، يبقى الشخص اللي قدامك مستوعبك وعارف الدنيا. مثلا انت اشتغلت في مكان اغلبكم اجانب، فمش كل الناس هتبقى عارفه الماني. في كتير قوي هتقابلهم في البلدان اللي بره بتبقى ثقافات مفتوحه على بعض، فلازم يعني غير البلدان العربيه زي مصر. يعني مثلا دبي الاساس بتاعها هناك بقى انجلش، قطر نفس الحوار، بلدان تانية برضو زي السعوديه.
ففي خلاص بلدان بقى السكان اللي فيها أجانب مختلف الجنسيات. فبرضو ألمانيا نفس الموضوع، مش ألمانيا فيها جنسيات كتير ومش كلهم شاطرين في ممكن أصلا ما تلاقيش حد معاه ألماني، ممكن يكون ألماني ومش معاه ألماني. خلي معاك الإنجليش، دي حاجة مهمة. أنا إنسانة بتمل بسرعة قوي، أعمل إيه عشان أوصل؟ أدور على الحاجة اللي أنا عايزاها. لو انت انسانه بتملي بسرعه قوي عشان انت لحد دلوقتي مش عارفه انت عايزه ايه، مش عارفه الحاجه اللي انت بتحبيها، فدوري الاول على الحاجات اللي انت بتحبيها في حياتك عموما عشان تعرفي تختاري الحاجه اللي انت عايزاها، واختاريها بطريقه اللي انت شايفه خلاص لما تعرفي نفسك هيبقى الموضوع سهل عليكي. فيا جماعه نخلي بالنا برضو، هل انا مش عارفه اتعلم انجلش عشان انا مش عارف اختار ايه لنفسي اصلا عشان أنا مش عارف نفسي، ولا عشان انا لسه من حد المصدر المناسب لو انا عارف الحاجات اللي انا عايزها بس مش لاقي عليها؟ خلي بالنا من الحته دي. بس لو حد هيسافر ألمانيا للدراسة فالألماني أهم، لأن مفيش برنامج إنجليزي في ألمانيا. خد الإنجليش برضه، خد الإنجليش، نصيحة مني، خد الإنجليش. مفيش حاجة اسمها في ألمانيا مفيش مصادر إنجليش. مش منين جبت المعلومة دي؟ بجد منين؟ ألمانيا تلات أرباعها اللي هناك أصلا. فين الألمان؟ يا جماعة فين الألمان اللي هناك؟ خد الانجليش، مفيش هزار في الكلام ده. خد الانجليش وبعد كده خد الماني، خد البيزكس بتاعه الالماني. لما تسافر للدراسه على حسب الكليه وحسب الجامعه اللي انت مقدم عليها، كده كده لو انت دارس كويس هتبقى عارف ان هم هناك لو انت الانجليش بتاعك كويس والسكول بتاعك كويس هيبقوا عاملين لك زي كورس الماني هناك، فانت تقدر تتواصل معاهم بالانجليش وهم هيردوا عليك، وساعتها يدوك الكورس بتاع الالماني هناك. واسال خبير. اسأل خبير معناها أنا مثلا دي معلوماتي الشخصية في المجال ده عن صحابي اللي هناك وعن الناس اللي أنا أعرفهم. فأسأل خبير يكون ناس متخصصة في إن هي تدي نصايح عن المنح، جروب مخصصة للحاجة دي، وخليك متابع معاهم وأبسط الأمور خش ويب سايت الكلية واسألهم بنفسك. خش ويب سايت الكلية واسألهم بنفسك. لو الكلية قالت لك أنا عايزة ألماني تعلم الألماني، لو الكلية قالت لك خلينا نبدأ بالإنجلش ابدأ بالإنجلش. فالحاجات بتاعة الدراسة دي بالذات أنا لازم أكون بتواصل مع الجامعة. حاسة إني متأخرة جدا، أنا 14 سنة متأخرة ليه؟ بجد يا جماعة في إيه؟ الجيل الجديد ده تعبني نفسيا. تعبني ليه؟ في إيه؟ لو العالم بينتهي قولوا لي. إيه هكون خلاص باخد آخر سؤال عشان العشاء هيأذن ونبقى نتوكل على الله بقى. بس كلكم لو عندكم حاجة تعملوا. بس ده لازم أصلا بصوا عشان برضو ما نروحش عن الطبق بتاعنا. روح اسأل واحد عايش في البلد هناك هو هيفيدك. انا بالنسبه لي حته السفر دي بالذات انا عن طبيعتي كشغلي مع الناس اللي انا بتعامل معاهم الاجانب او السيتيزنز ذات نفسهم، دي المعلومه اللي واصله. لكن لو انت عندك مصدر موثوق اكتر مني روح له واسمع منه. المهم ان انت لما تكون مسافر ومعاك حد متابع معاه، ودي اهم حاجه قبل ما تسافر، خلي في حد تعرفه هناك او اي مصدر يكون قادر ان هو يساعدك في الحته دي، حتى لو شركه السفر. لو ما عندكش فيبقى شركه السفر حاجه دي تبقى معاهم، ان هم يساعدوك في المنطقه دي. لكن انا بقول لك بناء على الناس اللي انا اعرفها اللي وصلت لي المعلومه هم السكان بتوع المنطقه دي. لحظه واحده. تمام. اظن كده خلصنا كل الاسئله، ما فضلش حاجه تاني يعني، ما فضلش بس غير ان انتوا تبداوا. مش يا جماعه غير ان احنا نبدا ان شاء الله على خير ونبطل تشتت، وايه احسن مصدر وايه احسن مكان نتعلم. بطلوا تدوروا على قد ما تلتزموا على حاجه واحده، كفايه تشتت. حقيقي مبسوطة قوي 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 بالسيشن دي يا أستاذة حبيبة، بجد والله أنا شخصيا استفدت. شباب جمال قوي بصراحه واسئلتهم منطقيه، يعني ما جتش مثلا حاجات زي ما كنت بشوفها الاول. لا السؤال ان بوينت بصراحه. الحمد لله حقيقي مبسوطين قوي بالسيشن دي، وهما ما شاء الله شكلهم قوي استفادوا جدا من الكومنتس اللي أنا شايفاها يعني. فبجد ربنا يبارك لك يا رب ويوفقك، بجد مبسوطة قوي بالسيشن دي وفخورة قوي إن معانا حد شاطر كده.
تسلميلي. برضو لو انت حابه تبعتي لهم الرقم بتاعي ما عنديش مشكله، هو كده كده واتساب بيزنس ففير فري لاي حد يتواصل معايا. انا اوكي. حتى سايباها على لينكدين، فاي حد بيقدر يبعت لي رساله في اي وقت لو حابين بيرسونال ادفايس او كده، انا هقدر اساعد فيها يعني، ما يبعتوا لي اللي هم عايزينه. وانا هبعت لك المصادر اللي انا ذكرتها النهارده في السيشن بحيث تبعت لهم اللينكس. اكيد ان فبرضه عشان شاء تسهل عليهم. إن شاء الله. باذن الله يا فتين. باذن الله. شكرا جدا لحضرتك. اللي انت عايزاه ان شاء الله يا رب، ربنا يوفقكم كلكم يا شباب. مع السلامه. يا رب. مع السلامه. اوكي يا شباب، دلوقتي السيشن بتاعتنا خلصت. هبعت لكم حالا اللينك بتاع تسجيل الحضور، ربع ساعة واللينك ده بيقفل، عشان لو جه حد بعد السيشن ما تخلص يقول ان هو ما لحقش يسجل، فده للاسف مش تبعنا لان هو بيبقى بليمت وقت. فانا هبعته حالا واعمله بن في الشات، وانتوا سجلوا على طول وما تتاخروش. دلوقتي يا شباب لينك التسجيل اتبعت وعملت له بان في الشات. آه ادخلوا كلكم سجلوا دلوقتي، لان الوقت يعني ده بليمت، فحوالي ربع ساعة تلت ساعة وده هيقفل، فسجلوا على طول. اللي يسجل يقدر يطلع عادي. اي حد بيسأل على الماتيريالز فهي باذن الله زي ما هي قالت في الاخر هتبعتها لي، وهبعتها لكم بالليل واظبطها لكم، بحيث انكم تبداوا تجو في موضوع الانجليش بقى. مستنياكم عامه في في الامتحانات. لو حد حابب او متارجت ان هو يدخل امتحان قريب فباذن الله تجيب اعلى سكور في الدنيا، ولو حد حابب ان هو يطور الانجليش عامه، بجد فخوره بيكم قوي. رقمها هبعته لكم يا شباب باذن الله مع الماتيريالز.
اللي بيقول ان هو سجل حضوره مرتين، هل ممكن يحصل مشكلة؟ لا. او يعني ان شاء الله مفيش حاجة. مش راضي يسجل عندك، ريفرش كروم وادخلي تاني. انا هفتح اللايف شوية عشان اكون معاكم لو حد حصل له مشكلة. آه وبإذن الله بس اول ما افتح الموبايل هبعت لكم الداتا او الماتيريالز اللي هي بعتتها لي ورقمها، والسيشن دي متسجلة ان شاء الله.